مرحبا بكم في فيديو جديد. كشفت التقارير السعودية عن تحركات داخل إدارة النادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع الناخب الوطني وليد الركراكي ليكون المرشح الأبرز لقيادة العارضة التقنية للعميد في حال حدوث أي تغيير على مستوى الجهاز الفني الحالي. وأفادت صحيفة الوئام بأن الركراكي يتصدر قائمة الأسماء المطروحة لخلافة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسياسو في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم واحتلاله حاليا الرتبة الخامسة في الترتيب الدوري روشن السعودي، وهو ما أثار انتقادات واسعة داخل أوساط الجماهير الاتحادية. كما نفت المصادر ذاتها صحة الأنباء التي ربطت النادي بالإسباني تشافي هرنانديز، مؤكدا أن اسمه لم يطرح بشكل رسمي داخل إدارة الاتحاد، وأن الاهتمام منصب أساسا على إقناع الإطار المغربي بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي. وفي سياق متصل يرى مسؤول الاتحاد في الركراكي خيارا قادرا على إعادة توازن للفريق بالنظر إلى خبرته الدولية ونجاحاته السابقة، فضلا على قدرته على تدبير المرحلة الانتقالية وإعادة الروح التنافسية للمجموعة. أشكركم على حسن المتابعة في فيديو قادم بإذن الله.